ازيكم عاملين ايه؟ قلت اطلع اسلم عليكم. دايما انا متاخر عليكم دايما. ماتش الاهلي والاتحاد. للاسف والله لظروف شغلي وكان ورايا حاجات كتيره، يعني معرفتش اطلع احلله. بس تقريبا مصر كلها حللت الماتش ده. فانا قلت اطلع اعمل حاجه جديده شويه، يعني او يعني اسبق بحاجه. قلت اطلع اتكلم عن ماتش الاهلي وفي لومينينزي في نص النهائي. كان في كام نقطة كده كنت عايز أقولها عن ماتش فلومينينزي، لأن أنا معجب جدا بالمدرب بتاعهم. بيلعبوا بطريقة اللي هي العشوائية المنظمة. زي أيام كده ما كنا بنلعب في الشارع ولا في المدرسة زمان، كنت تلاقي إيه الناس كلها بتتلم. إيه ده، تلاقي الكرة راحت في حتة، تلاقي كل الناس راحت ورا الكورة. هو فلومينينزي بيعمل كده بالظبط، بس كل واحد عارف هو بيعمل ايه. بيلعبوا بطريقة غريبة جدا، يعني ممكن في الهجمة تلاقي 8 و9 هاجمين عادي خالص وسايبين واحد ورا. وفي الدفاع ممكن تلاقي ال10 بيدافعوا عادي خالص مفيش مشكلة. بس كل واحد عارف دوره. ممكن تلاقي الباك اليمين اخر واحد واقف قدام. ودي انا شفتها لهم في كذا ماتش، يعني لما قعدت اراجع كده اللي هم بيعملوه. في ماتش بوكا جونيورز كنت بلاقي مارسيلو كتير قوي على حدود منطقة الجزاء، طبعا عشان مارسيلو بيعرف يشوط. هي دي بقى التنظيم في العشوائية، يعني هم لما بيجوا يضغطوا بيضغطوا بكتلة واحدة. وبعد كده لما بيرجعوا بكتلة واحدة. طبعا دي بتتطلب مجهود بدني خرافي وحفظ ادوار مش طبيعي، لان ساعات تلاقي الباك الشمال واقف باك يمين والمهاجم بيرجع باك يمين والباك اليمين يخش فيرود فبتبقى فيها حاجات كتيرة قوي مختلفة. فهم طبعا المدرب محفظها لهم بطريقة حلوة قوي. هتكلم عن نقط يعني هوريكم بس كده حاجة بسيطة، كام صورة كده كنت جبتها من ماتش بوكا جونيورز اللي هو النهائي، لأن ده الماتش اللي أنا شفته فعلا. وشفت لهم كذا ماتش كده فيديو، بس اللي هو أنا عايز أتكلم عن حالتين، حالة في الهجوم وحالة في الدفاع. فانا هوريهم لكم كده في كام صورة كده من عندي. و... واقول لكم ليه الفرقة دي بتبقى فيها، يعني الفرقة دي على قد ما هي خطر جدا 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 وقوية جدا جدا قدام، فهي ضعيفة جدا جدا ورا. فهي حاجة متوازنة كده، يعني ممكن تلاقيها قوية جدا في جزء وضعيفة جدا في جزء. فانا هوريكم كده حالتين حلوين جدا. في حالة الهجوم يعني على الفرقة. ده فيديو بسيط، ده كام صورة بسيطة كده بتورينا ان الفرقة ازاي بتتحول. من يعني دي الفرقة كده كانت بتهاجم، فمارسيلو لعب الاوت هنا عشان يلعب على الجون التاني. فاول ما لعب الاوت اتخطف. خطف الكورة اهو. في كام واحد بقى من فلومينينزي، 1 2 3 4 5 6 7 في الهجمة دي. لعب بس كرة طويلة واحدة. المهاجم استلم، راح خلاص داخل 1 ل1 وشاطها وضاعت. فده فلومينينزي في الحاله الدفاعيه، اللي هو انا كل الفرقه كانت عندي هجمه، كل الفرقه ضغطه. فجاه الاوت اتلعب، اتخطف، اتلعب في المساحه اللي ورا خط الوسط، بقى المدافع وعلي الاثنين مدافعين عليهم 2 مهاجمين. وضاعت في الاخر. ده كان في ماتش بوكا جونيورز. فده نقطة ضعف لازم الأهلي يستغلها جدا. هيستغلها ازاي؟ طبعا ده هتبقى بتاعت مارسيل كولر، بس طبعا ليها كذا طريقة. إمام عاشور وكور الطولية اللي بتنقل للملعب، حسين الشحات ونقلاته للملعب، محمد عبد المنعم ونقلاته للملعب، وعلي معلول، كل اللي رجليهم حلوة لما يستلموا الكورة هيغيروا الملعب الناحية التانية، لأن هم كلهم بيتجمعوا ناحية الكورة. فده لازم 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 الأهلي يبقى الباسنج بتاعه عالي جدا على الأرض، عشان يعرف يتجنب الضغط بتاعهم. لان هو وانس ان اي واحد من الاهلي استلم الكوره هتلاقي 3 و4 بيضغطوا عليه، مش هتعرف جايلك منين. فدي اي تاخير في الباصه بتاعتنا هتتقلب علينا بجون او بحاجه خطر جدا. فلازم نلعب بسرعه، والناس اللي رجليهم حساسه وبتعرف توصل الكوره صح هيفرقوا جدا معانا في نقل الملعب، زي امام ومعلول وعبد المنعم. الناس اللي بتعرف تنقل الكرة بسرعة دي هتفرق معانا جدا. فاحنا محتاجين بصيرز كويسين جدا 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 في الماتش ده، عشان نعرف نعمل تحولات هجومية سريعة عليهم. ولو لعبنا صح وقفلنا صح كويس جدا ولعبنا على التحولات دي ان شاء الله الاهلي هيكسب، يعني اتمنى يعني. هوريكم بقى الحالة الهجومية بتاعة فلومينينزي بيعملوا فيها ايه. طيب ده كده كانوا ده الجون التاني.
تمام. ده جون ليهم كده. بيحضروا الكرة عادي خالص. هنا بيحضر الكرة، انا اسف انا رجعت الصور اللي قبليها. هنا بيحضر الكرة، رجعها، رجعت لورا، بيرجع للمدافع. هنا رجع المدافع بتاعه. بص كام واحد بقى من الفرقة، 1 2 3 4 5 6 7 8 8 لعيبة من فلومينينزي في الهجمة. رجع للمدافع هنا، حضر تاني، طلعها في نص الملعب. بعد ما طلعها في نص الملعب، واحد نزل يستلم. بعد ما نزل يستلم لعب ال1 ال2، كان شايط فيرست تايم على طول في الجون. ده كان جون ليهم. فهنا الفكرة ان هم زي ما بيطلعوا بيدافعوا بكتلة دفاعية كبيرة، بيطلعوا بيهاجموا بكتلة هجومية قوية جدا جدا جدا. الميزة عندهم، هم عندهم يعني عندهم ان هم صراع جدا، وبيلعبوا كرة سريعة جدا وحافظين بعض. بس هم بيسيبوا مساحات سواء في الهجوم او في الدفاع، فاحنا لازم كأهلي نلعب على المساحات دي. فاتمنى ده اللي يحصل في ماتش فلومينينزي بكره. ويعني اتمنى كده كلنا نبقى مبسوطين ان احنا وصلنا للنهائي، وان احنا نلعب مانشستر سيتي. بس انا بالنسبه لي ان انا اوصل للنهائي اهم من اي حاجه في الدنيا. العب اللي العبه طبعا، يعني هنلاقي يعني لو وصلنا للنهائي هنلعب مانشستر سيتي، بس ده كان حلم ان احنا نوصل للمركز الاول والتاني. ومش بعيدة والله، هو الفرقة قوية جدا بصراحة، قوية جدا. وفي ساعات كده الناس الأهلاوية بعد ماتش الاتحاد، والاتحاد لا يقارن بفلومينينزي على فكرة. فلومينينزي فرقة قوية جدا جدا جدا. بس يعني انا يعني اتمنى ان مارسيل كولر زي ما قرر الاتحاد كده وعمل جيم تكتيكي هايل قدام الاتحاد، يعمل كده في ماتش فلومينينزي ونلعب جيم حلو. المدرب بتاعهم ذكي جدا، وبيلعب بحاجة جديدة ما بيعملهاش حد في العالم لحد دلوقتي، او انا ما شفتهاش في حتة تانية، ما شفتهاش غير معاه. فاتمنى ان الماتش يطلع حلو، واتمنى ان اللعيبه كلها تبقى مركزه بكره وكلهم في فورمه. لان احنا طبعا بعد ما بنعمل ماتش حلو، اللي بعده ما ربنا يستر علينا، خصوصا ان فرق 3 ايام بس بين الماتشين. ونوصل بكرة للنهائي ونبارك لبعض كلنا، وننام مبسوطين يعني بإذن الله بالأهلي بكرة. أتمنى ما كنتش طولت عليكم، وإن شاء الله هحاول أشوفكم بكرة بعد الماتش لو لينا نفس يعني. وشكرا، سلام عليكم.